الأسعار نار، والقرشين اللي شقيانين فيهم وشايلينهم للزمن قيمتهم عمالة تقل كل يوم. والسؤال اللي بياكل في دماغ أي حد فينا دلوقتي، أحط شائع عمري فين عشان أحافظ عليه؟ ركزوا معايا كويس قوي النهاردة، لأننا مش هنقول كلام جرايد ولا تنظير مكلكع، إحنا جايبين الزتونة من جوه السوق بالأرقام. النهاردة هنفك شفرة معدن مظلوم معانا دايما الناس بتنساه أو بتشوفه حتة إكسسوار شيك، وهو الفضة. إزاي الفضة دي ممكن تبقى هي حبل النجاة والملاذ الآمن بتاعك في عز العواصف الاقتصادية اللي احنا فيها دي؟ كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لو فكرت تنزل سوق الصاغة اليومين دول هتلاقي الناس ماشية بتكلم نفسها، حالة لخبطة وقلق مش طبيعية. المستثمر العادي بيدخل المحل وهو محتار حرفيا، يسمع أخبار من بره شكل ويشوف الأسعار قدامه شكل تاني خالص. الدهب تلاقيه طالع وبعدين نازل، لكن في ركن كده في الصاغة هادي بزيادة وبيحصل فيه تحركات غريبة جدا ومش مفهومة، وهو سوق الفضة. والحيرة دي بصراحة حقنا كلنا، لأن القرارات المالية في وقت زي ده محتاجة واحد فاهم كويس قوي إيه اللي بيتلعب ورا الكواليس. بص بقى على التناقض العجيب ده. على المستوى المحلي سعر جرام الفضة عيار 999 النقي نزل وسجل حوالي 125 جنيه ونص، وفي نفس الوقت على الشاشات العالمية الأونصة برضه نزلت وسجلت 71 دولار و60 سنت بعد ما كانت طايرة فوق. التراجع ده لوحده خلى الناس تضرب كف على كف وتسأل، هي الفضة كده بتفقد قيمتها ولا دي فرصة العمر نشتري قبل ما الأسعار تضرب في السماء؟ اللي يجننك أكتر بقى في الحسبة دي هو إننا شايفين الدولار بيقرب من 53 جنيه في البنوك. المنطق البسيط بتاع أي حد فينا بيقول طالما الدولار بيزيد يبقى المفروض أسعار المعادن زي الذهب والفضة عندنا تزيد معاه، صح؟ لكن اللي بيحصل دلوقتي في الفضة عكس المنطق ده تماما. إزاي الفضة سعرها بينزل في مصر رغم إن الدولار بيزيد؟ المعادلة دي عاملة صداع لأي حد بيحاول يحسبها بالورقة والقلم. التفسير بتاع اللخبطة دي هو حاجة بنسميها انفصال السوق. تخيل معايا كده إن الأسعار المحلية للفضة واقفة في النص وفي لعبة شد الحبل. من ناحية السعر العالمي للأونصة واقع فبيشد السعر المحلي لتحت، ومن الناحية التانية سعر الدولار المحلي بيزيد فبيحاول يرفع السعر لفوق. النتيجة إيه؟ تأثير الهبوط العالمي كان أقوى، وهو ده اللي خلى السعر ينزل عندنا. وضع زي ده بيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تاخد أي قرار بفلوسك. ندخل بقى في الزتونة، التحليل الأساسي والسر الحقيقي ورا طفرة الفضة اللي جاية. سيبك بقى من دوشة الصاغة بتاعت كل يوم وركز معايا في الرقم المرعب ده. في طيارات عالمية ضخمة بتتحرك في هدوء تام وبتشكل مستقبل الفضة. لما نعرف ان في 1.1 مليار أونصة فضة، ده حجم مبيعات البنوك اللي متوقع خلال 2025، لازم نقف انتباه. الخبراء بيقولوا ان المبيعات المهولة دي بتكشف عن أزمة سيولة بتكبر جوه النظام المصرفي العالمي. البنوك بتسيل محافظها وده بيضغط جدا على المعروض، ولما المعروض يقل بالشكل ده الطلب بيبقى أعلى بكتير، ودي يا سيدي أول شرارة لانفجار الأسعار. وطبعا الطلب المجنون ده مش جاي من الهوا. بص على قطاع الطاقة الشمسية لوحده، متوقع انه يبلع من 85 ل 98% من احتياطيات الفضة في العالم بحلول 2050. ايوه، ما تستغربش، الألواح الشمسية اللي العالم كله بيتخانق عليها دلوقتي عشان الطاقة النظيفة بتعتمد في الأساس على الفضة عشان كفاءتها الجبارة في توصيل الكهرباء. يعني الفضة ما بقتش مجرد خاتم ولا سلسلة، دي بقت عصب أساسي لصناعة المستقبل كله. وعشان نثبت لك إن الاعتماد الصناعي ده هيرفع قيمة الفضة غصب عن أي حد، في 2023 الفضة كانت بتمثل يدوب 3% بس من تكلفة إنتاج الألواح الشمسية. النهاردة النسبة دي نطت وبقت بتمثل من 17 ل 25% من تكلفة الإنتاج. الارتفاع الصاروخي ده معناه حاجة واحدة، الصناعة دي محتاجة الفضة مهما كان سعرها، وده هيخلي الشركات تشتري وتخزن بأي تمن، واللي هينقص المعروض أكتر وأكتر. بقول لكم ايه، قبل ما اكمل واوصل لكم توقعات الخبراء الكبار، خلونا ندردش مع بعض شويه في السؤال مهم. بناء على الارقام اللي لسه قايلينها دي وضغط المصانع المرعب على الفضه، تفتكروا جرام الفضه عيار 999 هيوصل لكام على اخر الشهر او اخر السنه؟ انزلوا دلوقتي في التعليقات واكتبوا لي توقعاتكم، خلينا نشوف مين فينا قاري السوق صح وتوقعه هيضرب. نرجع بقى نشوف الحيتان والبنوك العالمية متوقعين إيه لعام 2026. الأرقام بصراحة بتنطق. بنك جي بي مورجان متوقع إن الأونصة توصل ل81 دولار. الخبير الاقتصادي أسامة زرعي توقعاته أعلى وشايف إنها هتنط ل135 دولار. أما بقى المستثمر التقيل روبرت كيوساكي فتوقعاته جريئة لأبعد حد، وبيقول إن الأونصة ممكن تضرب ال200 دولار. ورغم اختلاف الأرقام دي كلهم باصين في اتجاه واحد، السعر طالع وبقوة.
وعلى المدى الطويل الرحلة لسه مكملة وفيها انفجارات سعرية. في 2026 زي ما قلنا $135. في 2027 في توقعات بتقول إننا ممكن نشوف الأونصة $500 لو حصلت أزمة مالية أو الناس فقدت الثقة في العملات. وبحلول 2030 التوقعات العقلانية بتتكلم في رينج من 100 لأكثر من $300. الخلاصة الاستثمار في الفضة محتاج واحد باله طويل، والمكسب الكبير مضمون بس مع الصبر. وبالمناسبة عشان الصورة تبقى كاملة، الموجة دي مش للفضة لوحدها، $5,000 ده الهدف المتوقع لأونصة الذهب. ده بيأكد لنا إن قطاع المعادن النفيسة كله في حالة صعود وهياخده معاه، لكن الفضة بالذات عندها كارت كسبان مش عند غيرها، وهو الضغط الصناعي. عرض محدود جدا وطلب مجنون من قطاع التكنولوجيا والطاقة. الفضة مش بتغلى بس عشان هي ملاذ آمن، دي بتغلى عشان المصانع هتقف من غيرها. وصلنا لأهم نقطة، الروشتة. المواطن يعمل إيه بالظبط بفلوسه دلوقتي؟ بعد الدوشة دي كلها، ازاي نحمي شقة عمرنا من التضخم ونستفيد من اللي بيحصل ده؟ بص يا سيدي، الخلاصة في 3 نقط. اولا، الفضة دي ملاذ آمن طويل للأجل، يعني تنساها، مش سبوبة تشتريها وتبيعها بعد أسبوعين. تانيا، لازم تفهم ان نقص الفضة في العالم ده حقيقة واقع، مش إشاعات تجار عشان يغلوا السعر. وتالتا ودي الأهم، نوع مدخراتك، بلاش تحط فلوسك كلها في حتة واحدة، حتة في الذهب وحتة في الفضة، عشان تعمل درع حقيقي يحمي فلوسك من غول التضخم. زي ما الخبير أسامة زرعي لخص القصة دي كلها وقال بوضوح إن المعادن النفيسة بقت هي الملاذ الآمن الأبرز في عز التوترات الاقتصادية. الثقة في المعادن دي بقت هي أذكى تحرك تعمله بفلوسك وسط اللخبطة اللي في العالم دي. لما البنوك المركزية الكبيرة والدول بتجري تشتري معادن، يبقى إحنا كمواطنين أولى إننا نحصن قرشيناتنا بنفس الطريقة. في النهاية، وبعد ما شفنا إزاي صناعة الطاقة الشمسية بتسف الفضة سف، السؤال بيفرض نفسه: هل الفضة هي الملاذ الآمن المطلق الجديد اللي هيحفظ فلوسنا ويضاعفها السنين الجاية؟ كل الأرقام والبيانات بتقول إننا قدام فرصة تاريخية بجد. متشكر جدا إنكم كملتوا معايا الدردشة دي للآخر، وعشان تفضلوا دايما فاهمين السوق وسابقين بخطوة، ما تنسوش تشتركوا في قناة فلوس من الصفر عشان تتابعوا كل جديد في سوق الصاغة وتعرفوا تديروا فلوسكم صح. أشوفكم في التحليل الجاي. سلام.